عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أختكم فرح في قناة غسالة أستيس دو كرومير. اليوم إن شاء الله عنا وصفة جديدة اللي هي طريقة تحضير صلصة الطماطم اللي نقدروا نستعملوها في البيتزا أو في المعجنات أو في أي وصفة أخرى. لهذه الصلصة لازم لنا طماطم تكون شوية من نوع جيد وتكون شوية طيبة. أنا عندي هنايا 3 كيلو ونصف. والآن نبداو بتحضير هذه الصلصة. عندنا طماطم أنا نبداو نزعو هذه القشرة أو هذه اللي تكون في الوسط، ونعمل 4 فتحات في الوسط بهذا الشكل هكذا. وأنا أكمل هذه العملية بنفس الطريقة وأعود إليكم فيما بعد إن شاء الله. والآن نبدأ بغلي الطماطم مدة 4 دقائق في ماء مغلي، ثم نشطفها بماء بارد، ثم نقطرها. والآن نبدأ بنزع القشرة عليها، ونقوم الآن بتقسيم كل حبة طماطم على 2، وننزع هذه الزوائد وننزع الزريعة، ننزع كل الزريعة من على الطماطم دون عصر الطماطم. وأنا أكمل هذه العملية مع تقطيع الطماطم عشوائيا، ثم أرجع إليكم فيما بعد. والآن بعدما نزعنا الزريعة وقطعنا الطماطم، والآن نضيف كمية من الزيت. تبقى كمية الزيت والتوابل على حسب كمية الطماطم. والآن نضيف كمية من الملح، نضيف كذلك الفلفل الأسود، كمية من الفلفل الأحمر، أنا عندي هذه الكمية القليلة، ثم أضيف الكمية الباقية فيما بعد. والآن نضيف 2 رأس من الثوم، يكون رأس كبير، ونقطعهم إلى قطع عشوائيا، ونخلط الطماطم مع هذه التوابل والثوم. والآن نضيف 4 أوراق من الغار أو الرند، ونضيف هذه العشبة المعروفة في الجزائر باسم الزعترة، هي نوع من الزعتر راح تعطينا ذوق لهذه الصلصة. ونضيف ملعقة كبيرة من السكر. والآن نقوم بتغطية الطماطم ونضعها على نار متوسطة حتى تبدأ بالغليان. والآن لما بدأت تغلي نقوم بخلطها مرة أخرى، ونقوم بتغطيتها ونتركها على نار قليلة حتى تستوي الطماطم. الآن بعدما استوت الطماطم نقوم بنزع عشبة الزعترة والرند أو الغار، ونتركها على نار متوسطة، ونترك الغطاء مفتوح قليلا حتى تنشف منا قليلا من الصلصة. والآن نبدأ بإضافة توابل مرة أخرى، فلفل أسود وفلفل أحمر، وإذا لزم الأمر الملح، ونخلطها للمرة الأخيرة، ثم نبدأ بخلطها بالخلاط الكهربائي حتى نحصل على صلصة لذيذة وتكون صلصتنا واجدة. الآن نطفئ عليها النار، وها هي الصلصة قد وجدت، هي تأتي بهذا الشكل. وملاحظة كما رأيتي أنني لم أستعمل صلصة الطماطم، لأني هذه الصلصة أستعملها أحتفظ بها في المجمد، يعني عند الاستعمال عندما أريد أن أستعملها
أضيف إلى هذه الصلصة ملعقة أو 2 من الطماطم، والآن نتركها حتى تبرد. ولكي نحتفظ بها أنا اشتريت هذه العلب التي هي من الزجاج، وهي موجودة في كل الأسواق. هي تأتي من الصغيرة حتى الكبيرة، تأتي 5 علب بهذا الشكل، هي من الزجاج وهي عملية. تقدري أن تحتفظي بكل الوصفات أو أكل في الثلاجة وحتى في المجمد. هي لا تنكسر، هي تحتمل برودة. وأنا أبدأ بملء هذه العلب بهذه الصلصة، ثم أعود إليكم حتى أكمل هذه ملئها. والآن بعدما بردت نقوم بتغطيتها ونحتفظ بها في المجمد مدة حتى نستعملها. من الأفضل نستعملها بعد شهرين لا أكثر. وهذه الوصفة قد وجدت، وهي قصة اليوم. إن شاء الله تكون عجبتك. كنا نترضاكِ ونلتقي في فيديو قادم بحول الله، ومع السلامة.